مش كل الخيوط ينفع تلعب بيها، ساعات بتكون خطر، بس لو ظبطت هتفرق. اكتر من 50 مكالمه، والمفاجاه اخطر. في الفتره بين 2016 و2017 البلد كانت بتمر بظروف اقتصاديه صعبه جدا، الاسعار كانت بتزيد والدخل ثابت، واغلب الشباب كانت بتحاول تشتغل اي حاجه تزود دخلها حتى لو بعيده عن مجالها. ومن ضمن الناس دي كان في شاب كنت اعرفه كويس، شاب محترم وعلى خلق، كان بيشتغل في محل موبايلات، لكن شغل المحل لوحده ما كانش مكفي، فكان احيانا بيشتغل في توصيل اوردرات او يوصل ورق للتجار اللي يعرفهم وياخد قيمه المشوار وخلاص، بمفهوم دلوقتي ديليفري. عدت فتره واخباره كانت مقطوعه عني، لحد ما في يوم صحيت على اتصالات كتيره جدا. مسكت الموبايل لقيت عدد مكالمات غريب، اكتر من 50 اتصال. استغربت ورديت، لقيته هو صوته متوتر جدا. قال لي انا معمول لي ضبط واحضار، وساعتها ما كنتش اعرف المكالمة دي هتفتح قضية كبيرة. أول ما سمعت كلامه قلت له تعالى فورا، ولو معاك أي ورق هاته. بعد شوية كان قاعد قدامي ومعاه ملف في إيده وبدأ يحكي. قال لي القصة بدأت من حوالي سنة، في أكتوبر 2016. كنت يوميها في شغلي في محل الموبايلات والدنيا كانت ماشية عادي، وفي يوم صاحب المحل اللي شغال فيه قال له عايزك في مشوار صغير. هو كان متعود يعمل مشاوير زي دي، يوصل أوردر، يوصل ورق، أو يستلم أي حاجة ويرجع. صاحب المحل قال له في ظرف فيه فلوس، هتروح تديه لتاجر عند المول الفلاني، وهو هيديك ظرف تاني فيه فواتير وكتالوجات، هاته وارجع وما تفتحش حاجه. اداله رقم الشخص اللي هيقابله وقال له هتلاقيه مستنيك عند بوابه المول. قال لي رحت فعلا، واول ما وصلت عند البوابه كلمت الرقم، رد عليه وقال له انا قدامك. قال لي لقيته واقف بس ما كانش لوحده، كان معاه واحد تاني. قال لي سالني عن اسمي وسالني عن اسم اللي باعتني، ولما اتاكد من الرقم طلع الظرف اللي معاه وقال لي هات الظرف اللي معاك. واول ما اديت له الظرف وخدت منه الظرف قال لي ده اللي هترجعه. واول ما استلمت الظرف حصلت حاجه خلت كل حاجه خرجت بره السيطره. في لحظه واحده لقينا ناس جايه علينا بسرعه، واحد بيقول استنى ما تتحركش، وفي ثواني بقينا متحوطين من كل ناحيه. كل اللي حوالينا بيقول اثبت مكانك، محدش يتحرك. وفجاه لقينا نفسنا بيتقبض علينا. وقال لي كنت عمال اقول انا مش فاهم حاجه، انا جاي اوصل حاجه، انا عملت ايه بس؟ بيقول لي حد شد الظرف من ايدي، وحد تاني شد الظرف من ايد الراجل اللي قدامي، والناس بتتكلم بصوت عالي وكلام كتير مش مفهوم. شويه يقولوا في سرقه، وشويه يقولوا في فلوس مزوره، وكل الكلام متضارب وانا مرعوب ومش فاهم. لحد ما الظابط اخدنا على مكتب الامن في المول واتعمل محضر واتفتحت له ظروف. قال لي ان الظرف اللي كان معايا كان فيه فلوس بالجنيه المصري، والظرف اللي مع الراجل طلع فيه دولارات. وفي اللحظه دي الدنيا اتقلبت واتعمل المحضر، والتهمه كانت تداول عمله اجنبيه خارج المصارف الرسميه. وساعتها الموضوع ما بقاش مجرد توصيل ظرف. قال لي انا وقتها ما كنتش فاهم حاجه، لكن بعد شويه فهمت ان الموضوع كبير. وفعلا كان كبير، لان القانون كان لسه متعدل، واللي كان زمان جنحه بقى جنايه، يعني سجن، يعني غرامه، يعني مصادرة. أطراف القضية كانوا 3 متهمين، شاب ومعاه 2 موظفين بنك، وبكده أركان الجريمة مكتملة. 2 موظفين بنك بيدبروا عملة، وشاب معاه العملة المحلية. وبعد ما اتعمل المحضر واتقبض عليهم قال لي إن أهله وأصحابه والناس اللي يعرفهم فضلوا طول الليل سهرانين جنب الاسم بيحاولوا يشوفوا حل، وإن المحامي اللي حضر التحقيق كان بيحاول يلاقي أي خير يخرجهم من اللي هم فيه. بس المحامي اللي حضر في النيابة عمل حاجة مش متوقعة، حضر التحقيق وقال إن الموضوع مش إتجار في عملة، ولكن الموضوع كله والفلوس كلها كانت مرتبطة بعملية بيع عربية، وان جزء المبلغ المتاح كان بالجنيه المصري، اما جزء العمله الاجنبيه فده كان مجرد ضمان، والضمان ده لحد ما تتم البيعه ويتعمل التوكيل ويتحرر التوكيل المصدق في المرور. لكن اللي حصل في النيابه ورد وكيل النيابه كان مفاجئ اكتر. المحامي حب ياكد صحه دفاعه، فقالوا تاكيدا للكلام دوت ان في شهاده مخالفات للعربيه المملوكه لموظف البنك تم استخراجها قبل الواقعه باسبوع. بصراحه لعبه ذكيه. ولما وكيل النيابه سمع اللي قاله المحامي كان رده الحدوته اللي عملتها دي حلوه وعجبتني، وعشان كده هخلي سبيلهم، بس القضيه هتستمر. رد المحامي وقال له اخلي سبيلهم يا فندم والمحكمه وشانها. وبالفعل خرجوا، لكن الموضوع ما انتهاش، وعدت سنه لحد ما اتفاجئ بقرار الضبط والاحضار. وهنا القضيه جات لي، ولما الملف وصل قدامي عرفت ان القضيه لسه في اولها واللي جاي اخطر. بصيت له وقلت له طب انت جاي لي دلوقتي ليه؟ ايه اللي حصل في القضيه طول السنه اللي فاتت؟ قال لي انا كنت فاكر ان الموضوع خلص، خصوصا اننا خرجنا من النيابه من غير ما نرجع للاسم وقتها. بس المحامي قال لي القضيه ممكن تكمل، لكن انا ما كنتش متخيل انها توصل لكده. وقال لي انه اتفاجئ بقرار الضبط والاحضار، وان اسمه مطلوب في قضيه في المحكمه الاقتصاديه. خدت منه الملف وبدات اقلب في الورق. اول حاجه لفتت نظري ان القضيه ما وقفتش عند قرار اخلاء السبيل، كان في تحقيقات اتعملت بعدها، كان في تحريات، وكان في مخاطبات، والاهم ان الموضوع اتعرض على البنك المركزي وتم اخذ موافقته في تحريك الدعوه الجنائيه. ده معناه ان بقى في قضيه، الموضوع دخل في الجد. وفي اللحظه دي فهمت ان الوقت اللي جاي اخطر بكتير من اللي فات. كملت قرايه، لقيت قرار احاله وقائمه بادله الثبوت، والجلسه اتحدد لها ميعاد قريب. بصيت له وقلت له انت كنت فين طول الفتره دي؟ ساعتها حسيت ان الوقت ضيق جدا والقضيه مش سهله، خصوصا ان القانون لسه متعدل من فتره قليله، والقضايا اللي اتنظرت فيه كانت قليله جدا. وده بقى اخطر نوع من القضايا الجديده اللي القضاء لسه بيكون فيها عقيده واتجاه. وساعتها ما كانش ينفع اشتغل بالحدوته، كان لازم اشتغل بالقانون. ساعتها كان لازم اشتغل بسرعه، بس مش بسرعه بس، كان لازم اشتغل صح. بدات اقرا الملف من الاول.
المحضر، التحقيقات، اقوال المتهمين، اقوال محرر المحضر والتحريات. كل سطر بدأت معاه أسأل نفسي الدفاع هنا هيبقى فين؟ هل في القصة ولا في القانون ولا في الإجراءات؟ قعدت أدور على أحكام لحد ما قدرت أوصل لأحكام صادرة في نفس نوع القضية، وبفضل الله قدرت أوصل لأكتر من حكم لنفس الدايرة اللي القضية هتتنظر قدامها. وده فرق معايا جدا، لأن كل قاضي بيكون له اتجاه وعقيدة، وعرفت إيه الأسباب اللي بيبني عليها البراءة وإيه الأسباب اللي بيبني عليها الإدانة. وبعد ما فهمت الطريقة اللي بيتكون بيها عقيدة الدايرة بدأت أحدد خطة دفاع. لكن اللي حصل في الجلسة كان ليه حسابات مختلفة. بس كان في سؤال مهم، أنا هدافع عن الشاب بس ولا عن كل المتهمين؟ لان كل اختيار ليه طريقه مختلفه، ولو كل واحد مشي في اتجاه ممكن الدفاع يضيع كله ويضارب بعضه. وللاسف ده اللي كان هيحصل. دخلنا الجلسه وبدات مرافعه المحامي الاول، لان كان ترتيبي في الدفاع عن المتهم الثاني، وكان كلامه في اتجاه مختلف تماما. بيتكلم عن ان فعلا في بيع عربيه لكن حصل خلاف في السعر، وان موكله كان داخل يغير الفلوس من الصرافه، ولما حصلت خناقه بسبب السعر والصوت عالي القبض حصل قبل تغيير العمله. ساعتها فهمت ان ما ينفعش نمشي في حكايات، لازم نمشي قانون، لان محكمه الجنايات مش محكمه حكايات. ممكن الحكايه تكمل الصوره لكن الحكم بيتبني على اجراءات. ولما جه دوري في المرافعه طلبنا من المحكمه قراءه جزء من اقوال محرر المحضر، وهنا غيرنا كل اللي فات وبدانا شغل قانوني بحت. محرر المحضر كان كاتب انه بعد ما جاله خبر من مصدر سري تتبع المتهمين وشاف واحد بيسلم ظرف ابيض وواحد بيسلم كيس اصفر، فتوجه للقبض عليهم. وهنا كانت اول نقطه قلنا للمحكمه يعني خلاص هو شرع في القبض، وتمت عمليه القبض المبني على حاله التلبس. الاثنين متهمين متلبسين، واحد متلبس بظرف ابيض والتاني متلبس بكيس اصفر. هل دي حاله من حالات التلبس المنصوص عليها في القانون؟ هو ما ذكرش ان في اي عملات قبل عمليه القبض، لكن بعد القبض عليهم وفض اللفافات شاف العملات. ايوه يعني حضرتك قبضت عليهم ليه؟ فين التلبس؟ فين الموضوع؟ فين الجريمه اللي ادركتها بحاسه من حواسك وبناء عليها توجهت بالقبض؟ وطبعا كلام محرر المحضر يتنافى تماما مع حالات التلبس المذكوره في القانون على سبيل الحصر لا المثال. ولو فاكر ان الدفاع ده كان كفايه كان لازم افكك كل اسباب الاتهام، وده اللي حصل في الجزء الثاني من المرافعه. النقطه الثانيه في دفاعنا قدام المحكمه كانت عن التحريات اللي اتعملت بعد 6 شهور من الواقعه واللي اثبتت صحتها. وهنا كان سؤالي للمحكمه، ايه الاثر اللي ثبته الجريمه عشان مجري التحريات يثبت صحتها بعد 6 شهور؟ هل راح محل الجريمه ولقى دولار واقع ومكتوب عليه اسماء المتهمين فثبتت صحه الواقعه؟ ده طبعا لانه لم يذكر اسباب صحه الواقعه، ولا في كاميرات صورت، ولا في شهود تثبت صحه كلامه، وكله كلام مرسل بدون اي دليل. وانهينا مرافعه وقدمنا مذكرات بتؤيد الدفاع اللي بنقوله، وده طبعي دايما عشان لو القاضي من زحمه القضايا اللي عنده حصل اي لبس، وده وارد لان كلنا بشر وممكن نغلط، بفضل دايما يكون في مذكره بكل اللي اتقال. والقضيه اتحجزت الحكم بعد شهر. كان شهر صعب وكنت منتظر على نار، عاوز اعرف نتيجه تعبي وسهري والامتحان اللي وقعت فيه لحد ما جه يوم الحكم. الحمد لله براءه. لكن فرحتي الحقيقيه ما كانتش في كلمه براءه، الفرحه كان ليها سبب اكبر. نجاح الحقيقي وسبب فرحتي لما صورت الحكم وقريت الحيثيات ولقيت ان المحكمه بنت حكمها على نفس الدفوع والاسباب اللي مكتوبه في مذكرتنا. ساعتها بس حسيت ان تعبي ما راحش على الفاضي. ومن هنا روشته حكايتنا، اول حاجه ما تمشيش بحاجه الا وانت عارف محتواها. تاني حاجه القانون مش نوايا، القانون افعال. ثالث حاجه تابع قضيتك للنهايه، اوعى تسيبها وتقول انا كنت فاكر خلصت. رابع حاجه فكر بس خلي تفكيرك دايما جوه القانون، وخليك فاكر دايما مع ايهاب عبد الله كل قضيه وليها حكايه، كل حكايه وليها حل.